ايضا واللي انا بعتز بالمديره وجود الدكتور كده يا معاصر في العمل المنحه المباشره. في صلاتي الفجر يجري من عيوني، في سجودي والهمس يعلو رهبتها، عزتي في ذلتي في كف ايدي، بينما اشعر ضعفي قوة، والنوى يحمي ذاتي وملابسي في هواك، ذات قلبي في الجسد. اي عشق بعد عشق العبد منها، اي فوز الحب يهدي لك. يا هنائي القلب يرجو في بلائي، لا يعيش القلب الا فرحة. لماذا ضاق الشيء لم يكن قلبي كيف يحصي نعمتك، كيف عاش الخلق في يقين. انت من اعظم الخلق فرصة يا الهي، حد جزء الموت وحدي. انت من تخطر مثلي كلك، يا لها ندوة ورصف القلب ليلي. زاد عشقي صار قلبي زهرة، صار إيماني وإخلاصي مياها، فارتوى البور وأحيا ميتة. لا تراك العين زاد في كماله، لا نريد الكون نهوى نفحة. ترك الجنان ويسكن نعيما، وفؤادي لا ينال البهجة. أي عمر يحسب الناس بضارب، طالما عشنا نسير الضلة، وبها الوهم فيعطي حج زادا. في صيام العين قبلة، أنت من يعلم السر. عاش قلبي في رحال لم تريد الرحوة. بغض النظر عن ان كان المفروض تعمل القاء اقوى من كده والتدريب على القصه انها تكسر الكليه، لكن ان شاء الله طبعا النصيحه من الدكتور طارق سواء بعد اللقاء او اذا ارادوا اثناء اللقاء، لكن ده طبعا شيء يشرفنا جميعا.